السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة في منتهى السهولة، حاجة كده تنفع عشاء وتنفع كمان في الفطار وتنفع كمان حاجة كده نقنقة بين الوجبات. هنعمل مع بعض الجلاش محشي بميكس الجبن الرهيب. أي نوع جبن عندك في التلاجة هنعمل بيه الصنف بتاعنا ده بمنتهى السهولة. يلا نسمي الله وندخل على المطبخ بتاعنا. أول حاجة المقادير بتاعتي في منتهى السهولة، هي عبارة عن لفة من الجلاش، وعندي طبقين من ميكس الجبن، موتزاريلا على رومي على تشيدر، وعندي زيتون متقطع، وعندي كمان فلفل أخضر، وعندي زيت أو أي مادة دهنية عشان تدهني بيها بين الطبقات عشان يطلع الجلاش بتاعي مورق وجميل. بس كده، يعني بمنتهى السهولة هتفتحي التلاجة بتاعتك وهتطلعي المكونات وتعملي أحلى جلاش بالجبنة. يلا بينا. هنفرد بقى لفة الجلاش بتاعتنا دي كانت في الفريزر، عشان كده هنلاقيها ماسكة شوية. دهنت الصينية بتاعتي من تحت بالمادة الدهنية علشان الجلاش طبعا ما يلزقش من تحت. وهبدأ ان انا اول طبقة كده هحط رقين من الجلاش، وما تقلقيش خالص لو الجلاش بتاعك اتقطع او اي حاجه، كل ده طبعا هيتدارى وهيدخل جوه بعضه، وما تقلقيش خالص. حطيت بس عملت زي ارضيه كده في الصينيه، وطبعا حطيت الزيت، وبدات ان انا بقى هطلع من الاجناب. بصوا، من النص لبره. هعمل مره بالطول ومره هعمل بالجوانب اللي بالعرض. بص، انا عملت بالطول، هعمل دلوقتي بقى بالايه، بالعرض، من النص برضو، وهطلع شوية لبره. وطبعا تخلي ايدك سريعة علشان الجلاش بتاعك ما ينشفش منك. وما تنسيش رشة الزيت بالفرشة كده علشان الجلاش يبقى مورق وجميل. من النص، وهطلع لبره على طول. نفس الكلام، يعني مرة هعمل بالطول ومرة هجيب الجوانب اللي بالعرض، عشان لما اجي اقفل الصينية كلها هتبقى متقفلة من كل النواحي. انا هنا بس خليت في الصينية بتاعتي حوالي كده ورقتين، دول هقفل بيهم الوش بتاعي بقى من فوق خالص. هنا نزلت بقى بالجبنة بتاعتي. الجبنة بتاعتي دي عبارة عن جبنة موتزاريلا وجبنة من الرومي وجبنة شيدر. قطعت معاهم هنا زيتون اخضر وفلفل اخضر. ولو عندك بقى اي نوع جبنة، جبنة كيري، جبنة نستم او جبنة مثلثات، او اي جبنة بيضة عايزة تحطيها، كل ده هيزود القيمة الغذائية بتاعة الجلاش، وفي نفس الوقت هيخليه جوسي جدا وجميل. ما تقلقيش خالص. بس خدي بالك، الزيتون ما تجيبهوش يعني فيه ملح كتير، لان عندك الجبنة الرومي كمان فيها ملح، يعني مش هكتر منه. اقفل بقى الجوانب اللي انا كنت مطلعاها على على الجبنة. كل الجبن دي هتسيح بقى في قلب بعض كده، وهتعمل لي طعم في منتهى الجمال. عظمة عظمة عظمة. بقفل كده، وطبعا ما بنساش الفرشة كده فيها شوية زيت علشان الطبقات تبقى مورقة وجميلة. وزي ما قلتلك يا ست الكل، ما تقلقيش خالص لو الجلاش بتاعك اتقطع او حصل فيه حاجة، كل ده هيتدارى وهيدخل في بعضه ومش هيبان خالص. بس اهم حاجة ايدك تبقى سريعة، لان الجلاش بينشف بسرعة جدا. بس انا كده قفلت كل الطبقات تقريبا بتاعتي. اخر طبقة اهي معايا. فاكرين بقى الورقتين اللي احنا سبناهم؟ هرجع بقى هحطهم على الوش كده عشان اقفل بيهم الفطيرة بتاعتي دي، زي ما انت شايفة. وما تقلقيش لو متقطع، مفيش اي مشكلة. بقفل بقى كله وبدخل اي حاجة كده باينة. هنا ده وش بقى البيتزا اللي انا هعمله للفطيرة بتاعتي، عشان تبقى عاملة زي البيتزا بالظبط، ما تبقيش مفرقاها هي جلاش ولا بيتزا. حطيت هنا شوية من الفلفل الاخضر،
وهحط كمان شوية من الزيتون، وكده خلاص تمام التمام. هدخلها الفرن بقى. وبصوا بعد ما طلعت وقطعناها، انا عايزه اقول لكم في الفرن بعد ما بدخلها بالظبط ب5 دقايق بجيب كوبايه من اللبن وبيضه، وبعملها كده. بضرب البيضه في كوبايه اللبن معاها شويه فلفل اسود علشان الزفاره بتاعه البيض، وبرش بقى على الجلاش كل ده، وبس بدخله تاني يكمل سواه. الطريقه دي بتخلي الجلاش بتاعي في منتهى الجمال وطري جدا جدا. بصوا، بيتزا دي ولا مش بيتزا بقى؟ ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها معايا. بصوا الجبنة من جوه سايحة ازاي وداخلة على يعني بصوا بصوا. انا عايزة اقول لكم كمان ازاي قد ايه كانت طرية وجميلة. بصوا التسوية كمان من تحت. حاجة كده كانت عظمة عظمة عظمة، وما خدتش معايا وقت خالص. ينفع كمان تعملي الصنف ده معاكي في الرحلات والمصايف كمان. بس كده. هبدأ بقى ان انا اطلعه وهرصه في الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين، علشان اقدمه بقى وناكله بألف هنا وشفا. في اسهل من كده؟ ولا اسهل ولا اروع ولا اطعم من كده. بصوا الشكل والجمال.